لأول مرة غادي نقاسم إلى اثنين، جانب عاطفي وجانب واقعي، جانب ما باغيش هاد اللاعب وجانب كيشوف بأنه إضافة مهمة لدفاع المنتخب. وأكيد عرفتوني على من كنهضر، عيسى ديوب اللي قرار اختيار تمثيل المنتخب المغربي رسميا خلانا نطرحوا العديد من التساؤلات. علاش خدا هذا القرار من بعد ما كان رافضنا تماما؟ وعلاش قلت عليه منافق؟ واش اصلا بالمستوى ديالو كيستحق المنتخب وغيقدم لنا شي اضافه فعلا؟ هذه كلها تساؤلات اللي غنجاوبوا عليها في التقرير الشامل على اللاعب عيسى ديوب، المقطع اللي فيه تفاصيل مهمه ومشوقه. كنتمنى انكم تكملوا معايا حتى الاخير. ولكن قبل محبي قناه قصه بطل وكنعتذر منكم قبل ما نبداو، بزاف منكم كيتابعوا المقاطع ديالنا وكيتابعوا القناه ولكن كينساو الاشتراك معنا خصوصا من التلفاز. هذه فرصه انني نذكركم طبعا فضلا وليس امرا، وما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب. اما دابا فنبداو على بركه الله. اولا وكما العاده الاصدقاء، باش ما نهضروش على هذا اللاعب من فراغ، خاصنا ضروري ما نتعرفوا عليه مزيان، البدايات ديالو وشكون هو عيسى ديوب. عيسى ديوب تزاد يوم 9 يناير من عام 1997 بفرنسا، واكيد الاسم ديالو كيخلي اي واحد يتساءل كيفاش هذا مغربي وشنو العلاقه اللي عنده بينا. المهم هو الاب ديالو سينيغالي والام ديالو ايزابيل فرنسيه اللي كتنتمي لعائله او اصول مغربيه، وهذا تحديدا هو الرابط اللي كيخلي اللاعب ممكن انه يحمل قميص المنتخب. المهم هادشي مازال غنرجعوا ليه بالتدقيق. اما دابا فنكملوا في القصه ديالو. العائله ديالو كان عندها تاثير كبير بانه يبدا في كره القدم، لان الجد ديالو ليباس ديوب كان لاعب سينيغالي محترف بالدوري الفرنسي وتحديدا مع نادي بوردو. المهم بدايه عيسى ديوب مع عالم كره القدم كان من خلال الدخول الى احد النوادي الصغيره وتحديدا نادي بالما عام 2004، يعني في العمر ديال 7 سنوات. ومن خلال هذا النادي الصغير قدر انه ينتقل بعدها الى اكبر نادي في المدينه، نادي تولوز. المهم في هذه الفتره الطويله اللي قضاها في مدرسه تكوين تولوز واللي وصلت ل 12 سنه، تعلم فيها جميع اساسيات كره القدم وقدر انه يتطور في بزاف ديال الجوانب بحال الامور التكتيكيه والفنيه وكذلك البدنيه باحتكاكه مع عناصر قويه. وصراحه قدر انه يفرض راسه كافضل المدافعين في جميع الفئات السنيه اللي مر منها، وهذا الشيء اللي دفع الفريق انه يصعدوا الى الفريق الاول في سن صغير، وتحديدا عام 2015 في العمر ديال 18 سنه فقط. ومن اول مباراه احترافيه ليه ضد نيس دار اداء رائع لدرجه ان الجماهير اختاروه كرجل المباراه. واربع ايام بعد ذلك سجل عيسى اول هدف ليه امام تروا. عموما في السن الصغير ومن اول موسم ليه مع الكبار قدر انه يلعب 23 مباراه، وكان من المساهمين المباشرين في بقاء الفريق في الدرجه الاولى من الدوري الفرنسي. اما في الموسم الثاني ليه مع الفريق الاول ديال تولوز اصبح من الدعامات الاساسيه في الدفاع، وقدر انه يلعب 31 مباراه وساهم في 4 اهداف. اما الموسم ديالو الاخير مع تولوز 2017 2018 قدر انه يلعب 41 مباراه، سجل فيهم 3 اهداف وصنع هدف، ولعب دور كبير في بقاء ناديه ضمن الكبار. 3 مواسم انذاك في الدوري الفرنسي كانت كافيه باش انه يجذب انظار عده انديه انجليزيه بالجوده والمستويات اللي كيقدم والصلابه ديالو الدفاعيه. وصراحه من خلال المستويات الكبيره اللي كان كيقدم انذاك في ذاك السن الصغير من 18 سنه حتى ل 20 سنه تقريبا رفقه تولوز، كان كيبان انه مشروع مدافع قوي للمستقبل. وكما قلنا كانت باغيه بزاف ديال الانديه انذاك، ولكن في صيف 2018 اختار انه ينتقل الى نادي ويست هام اللي وقعوا معاه لمده 5 مواسم وبقيمه كتبلغ 25 مليون يورو. المهم من اول موسم ليه رفقه المطارق قدر انه يفرض المكانه ديالو الاساسيه ويلعب اكثر من 400 دقيقه ويساهم في هدفين. ولكن بدايه من الموسم الموالي 2019 2020 بدات كتقل ديك الاهميه ديالو في الفريق، خصوصا في موسمي 2020 2021 و2021 و2022 معدل دقائقه انخفض بشكل كبير ولم يحافظ على مكان في التشكيله الاساسيه. المهم عاش واحد الفتره ديال عدم الاستقرار، مره كيلعب مره ما كيلعبش، مره احتياطي مره في التشكيله الاساسيه. ولكن بالرغم من ذلك قدر انه يجذب انظار او قدر انه يجيب عروض جديده من نوادي في انجلترا وكذلك خارجها. ولكن عيسى ديوب قرر انه يستمر في الدوري الانجليزي، ولكن هذه المره غادي ينتقل الى نادي فولهام في صيف 2022 بقيمه عقد كتوصل
ل 17 مليون يورو، ومدة عقد كتمتد ل5 سنوات. المهم الموسم الأول ديالو مع فولهام ما كانش كيلعب دائما كأساسي، ولكن رغم ذلك قدر أنه يلعب معدل دقائق اللي محترم أكثر من 2300 دقيقة. ومنظره في الموسم الموالي ليه مع فولهام موسم 2023-2024 كان حتى صافي فرض المكانة ديالو ولا مدافع أساسي مع فولهام، ولكن جات الإصابة في القدم ديالو وبعداته عن الملاعب لفترة كتقارب شهرين، وحتى من بعد ما رجع غادي يتعرض لإصابة أخرى اللي خلاته يغيب تقريبا على نهاية الموسم كامل. أما الموسم الماضي 2024-2025 لعب 24 مباراة في المجموع، أما الموسم الحالي 2026-2027 لاعب حاليا 15 مقابلة في مختلف المنافسات، وكيتعتبر كبديل في منظومة ماركو سيلفا، بحيث كيفضل عليه المدافع باسي وأندرسون في منظومته الدفاعية. إذا الأصدقاء هذا هو المسار الكروي ديال عيسى ديوب من الملاعب الفرنسية إلى الدوري الإنجليزي. أما الآن فغندوزو إلى الفقرة الثانية اللي حرفيا غنتقسم فيها على جوج، وكنتمنى تعاونوني وتعطيوني الرأي ديالكم في التعليق. أما أنا شخصيا تقسمت فيها على جوج ونقدر نكون متناقض مع نفسي، جانب غنهضر فيه بالعاطفة وجانب غنهضر فيه بكل واقعيه في هذه الفقره الثانيه. ومازال عندنا واحد الفقره مهمه الاصدقاء، الفقره الثالثه، واللي غنهضروا فيها على كل ما هو كروي، واش فعلا عيسى ديوب كيستحق المنتخب. هذا الشيء اكيد غنهضروا عليه بكل صراحه. اما الان نفتحوا قوس التناقض ونفتحوا قوس علاقته بالمنتخب المغربي. المهم القصه ديالنا مع هذا اللاعب بدات تقريبا منذ عام 2018. المدرب ديال المنتخب انذاك هيرفي رونار كان كيرغب وبشده انه يضم عيسى ديوب ويستدعيه ضمن المجموعة المشاركة في كأس العالم 2018، وكان سافر حتى لعنده انذاك وتواصل معه بشكل مباشر وحاول انه يقنعه لتمثيل المنتخب المغربي. ولكن جواب عيسى ديوب انذاك كان واضح، ما باغي نمثل حتى شي منتخب من غير فرنسا. كون بقات الامور غير بحال هكا في انه باغي يمثل المنتخب الفرنسي ما كانش غيكون عندنا مشكل تقريبا كما وقع مع بزاف ديال اللاعبين. ولكن اللي زاد حقد المغاربه على هذا اللاعب هو التصريحات اللي خرج بها عام 2019، وهضر انذاك بكل الحب وعبر على الحب ديالو لفرنسا. قال ان الوطن ديالي هو فرنسا، وقال انا فرنسي وادين بكل شيء لفرنسا الوطن ديالي، وغادي ندافع على الوان المنتخب الفرنسي وما غادي نلعب حتى شي دوله اخرى. المهم مرت الايام من بعد التصريحات وغادي يتم استضافته مره اخرى في احد البرامج الفرنسيه المعروفه على قناه كانال بليس، وغيعاود ياكد نفس الموقف ديالو، بل اكثر من ذلك هذه المره غادي يقول واحد الهضره اللي كبيره وغتزيد تبين النفاق ديالو، بحيث قال هذه المره اي اختيار من غير المنتخب الفرنسي غادي يكون مجرد نفاق. قالها بنفسه، يعني حنا ما زدنا من عندنا والو. قال ايضا ان اي اختيار من غير فرنسا غيكون مجرد خيار بديل، وما ناويش نلعب لاي منتخب اخر من غير فرنسا حتى لو لم يتم استدعائي للديوك. يعني الاصدقاء عيسى ديوب ماشي فقط بين الرغبه ديالو في انه يمثل المنتخب الفرنسي كاي لاعب اخر مثلا يقول لك انا ناوي نلعب مع المنتخب الفرنسي، لا، هو زاد كبر الموضوع بزاف وما فكرش انه واحد النهار ممكن يمثل منتخب اخر، وقال على راسو بكل صراحة الأصدقاء، قال على راسه أنه منافق. إلى مثل منتخب آخر من غير فرنسا أنا غنكون منافق، فهو الآن منافق. المهم هذا هو الجانب العاطفي ديالنا، الجانب العاطفي اللي أكيد لاعب خرج بتصريحات بحال هذه ما غتكونش بيننا وبين واحد العلاقة جيدة بينه وبين الجمهور، أكيد ما غتكونش عندنا واحد الرغبه قويه في انه يمثل المنتخب المغربي بداك الشيء اللي قال والهضره اللي قال. هذا الجانب العاطفي. اما دابا فندوزو الى الجانب الواقعي. اليوم ندير لكم انفصام في الشخصيه. ندوزو الى الجانب الواقعي اللي كيفكروا به اغلب المسؤولين في العالم، خصوصا المسؤولين في الجانب الكروي. اول حاجه الا بغينا نهضروا بواقعيه هي الواقعيه ديال اللاعب بحد ذاته، لانه كيفاش هذا اللاعب اللي كان رافضنا قرر دابا انه يمثل المغرب. الاسباب ديال هذا التغيير فهي واضحه جدا. اولا عيسى ديوب وصل لواحد السن متقدم، 29 سنه، سن اللي كيخليه يفكر بواقعيه اكثر الان، بمعنى اخر انه ما عنده حتى شي فرصه حاليا او مستقبلا باش يمثل المنتخب اللي كيتمناه، وهادشي تماما اللي خلاه يكون متناقض ويدير عكس داكشي اللي قال في التصريحات. ثانيا كما كتعرفوا كاس العالم 2026 بكندا المكسيك وامريكا على الابواب، ما بقات ليه الا اشهر قليله، والمونديال كما كنعرفوا كيبقى حلم كبير بالنسبه لاي لاعب، خاصه ان المغرب بنجاحه
السابق في نسخة قطر خلى بزاف ديال اللاعبين يشوفوه كمشروع قوي وطموح قادر على صناعة المجد من جديد في المواعيد الكبرى. والعامل الثالث على هذا التغيير اللي هو واضح تماما وهو المنافسة الكبيرة اللي كاينة في خط دفاع المنتخب الفرنسي بتواجد العديد من الأسماء الدفاعية والمواهب الشابة المميزة. لذلك نقدر نقولوا أن عيسى ديوب فهم الدرس واستوعب أنه شبه مستحيل باش يحمل قميص المنتخب الفرنسي، وهذا الشيء علاش بغى يعيش التجربة الدولية رفقة المنتخب المغربي. المهم الأصدقاء خاصنا نكونوا متفقين أنه إلا شفناها بواحد النظرة ديال العاطفة كجمهور فعادي جدا كما قلت لكم قبيله أننا نكونوا غاضبين منه ولا ما نكونوش باغيينه في المنتخب. طبعا كرأي شخصي كاين اللي غيكون باغي، ولكن إلا جينا نشوفوا بأعين الجامعة الملكية فراه هي كتشوف الأمور بطريقة مختلفة جدا وبأعين ما كتكونش فيها العاطفة. الجامعة أو المسؤولين على هذا الملف كيشوفوا الأمور بمنطقية، وشخصيا أتفق مع ذلك. نظرة الجمهور كتبقى بوحدها ونظرة المسؤول خاصها تكون منطقية وواقعية، وهذا الشيء اللي داروا المسؤولين في الملف ديال عيسى ديوب، لأنهم أولا كيقيموا الأمور من جميع الزوايا وكيشوفوا بروفايل اللاعب، مستواه والمركز ديالو فين كيلعب والإضافة اللي ممكن يقدمها للمنتخب في المستقبل. فمثلا من الحوايج اللي خلاتهم أنهم يبقاو مصرين عليه باش أنه يغير الجنسية الرياضية ديالو هو الخصاص الكبير أو خليونا نقولوا الندرة ديال قلوب الدفاع في المنتخب. سايس اعتزل، نايف أقرد دار عملية جراحية وما عرفناش كيفاش غادي يرجع من بعد ما يتشافى إن شاء الله. آدم ماسينا بعيد على الماء، ما عندوش نادي، ماشي بعيد على التنافسية، ما عندوش نادي أصلا. لياميقو عبقار المستوى ديالهم غير مطمئن أو ما كتكونش متفق عليهم 100%. فكيبقى لك فقط اللاعبين الشباب الصاعدين كإسماعيل باعوف أو أيت بودلال إلى غير ذلك، ولا غادي تختار لاعبين اللي حتى هما نقدروا نستعينوا بهم، لاعبين ديال البطولة أو قلوب دفاع ديال البطولة، ولكن تقريبا كبروفايل عنده خبرة وكيلعب على أعلى مستوى تقريبا ما كنتوفروش عليه حاليا. لذلك يعتبروا بأن عيسى بالخبرة ديالو الكبيرة والتنافسية اللي عنده من السنوات الطويلة في الدوري الإنجليزي غادي أولا تفيدنا بزاف، ثانيا ما غتخليش أنه يستغرق واحد الوقت طويل باش أنه يتأقلم مع المنتخب على عكس المواهب الشابة اللي ذكرنا أو اللي كنتوفروا عليها. المهم نخليو دابا هادشي جانبا ونطرحوا السؤال اللي هضرنا عليه، واش أصلا بالمستوى ديالو كيستحق أنه يكون مع المنتخب؟ غنجاوبكم بشكل مباشر جدا، نعم كيستحق عن جدارة واستحقاق، ونقدر نقول أنه ما عندناش خوف في المنتخب حاليا. الأكثر من ذلك أنه بروفايل مناسب جدا للمنتخب، فمن غير أنه كيلعب بالقدم اليمنى على عكس أغلب الأسماء الحالية اللي عندنا، فهو مدافع كيتميز بالقوة والصلابة في المواجهات الثنائية ومميز في الصراعات الهوائية، وهذه نقطة كنفتقدوها بزاف. وكذلك قراءته لمسار الكرة وحركية المهاجمين محترمة، والعملية الاستباقية أو خروجه من منطقة جزاء لقطع الكرة جيدة، وهجوميا كيساهم على مستوى الكرات الثابتة بتميزه في الضربات الرأسية. صحيح أنه حاليا ما كيلعبش باستمرار كأساسي وتنافسيا أقل من السابق، ولكن كما ذكرنا كيبقى خيار مهم وأفضل من أغلب العناصر اللي عندنا حاليا، واللي كيزيد يخلينا أننا نبعدوا العاطفة ونفكروا أكثر بواقعية، لأننا في أمس الحاجة ومحتاجين لهذا المركز هذا قبل أشهر قليلة من انطلاق أهم منافسة كأس العالم. وهذا الشيء غادي يذكرنا بملف داكوستا، في واحد الفترة كنا محتاجين ليه رغم أنه سبقوا وصرح وقال أنه برتغالي، ولكن كان غير القرار ديالو واختار تمثيل المنتخب المغربي وجا كما قلنا في واحد الظرفية مهمة، وكان من المساهمين أنذاك رفقة غانم سايس ومهدي بن عطية، كان من المساهمين اللي قدرنا بهم نتأهلوا إلى كأس العالم 2018، وكنا نسينا أنذاك التصريحات ديالو لأنه نفعنا بزاف ديك الظرفية وقدم مستوى اللي كان محترم. بخلاصة الأصدقاء، وهذا كيبقى كرأي شخصي، كنشوف أنه عاطفيا صحيح أنه كاين واحد الغضب تجاه هذا اللاعب على التصريحات ديالو، ولكن واقعيا أنا متفق 100% مع الجامعة، وكنشوف أنه هذه خطوة اللي ناجحة. المسؤول خاصو يفكر بواقعية وبمنطقية، وخاصو ضروري يعزز مراكز الخصاص بأي طريقة، حيث في الأول والأخير هو اللي كيتلام على النتائج وهو اللي كنحاسبوه. وثاني أمر أو ثاني حاجة هو ما عرفناش النوايا ديال اللاعب حاليا، كنتمناو هو المستوى ديالو كما ذكرت لكم مستوى جيد، وأكيد أنه غادي يعطي إضافة كبيرة لدفاع المنتخب، وبالنسبة لي كأنها صفقة الموسم بالنسبة لي. ولكن اللي كنتمناو انه يلعب معنا بالقلب ديالو، يتحمل المسؤوليه، يحس بالقيمه ديال داك التوني اللي لابس، ويعطينا كل ما في جهده ويعطينا كل امكانياته ان شاء الله. الا لعب بالمستوى ديالو فاكيد انه غادي يعطينا اضافه في خط دفاع المنتخب، سواء كان كبديل او كاساسيه.
ممكن انه يشكل ثنائيه مع نايف اكرد، خصوصا كما قلنا انه كيلعب بالرجل ديالو اليمنى. ولكن المهم سواء كبديل سواء كاساسي غنكونوا حلينا واحد المشكل كبير، ولقينا واحد العنصر اللي ببنيه جسمانيه عاليه وقويه وبخبره كبيره وكيلعب على اعلى مستوى في الدوري الانجليزي. ثم الاصدقاء اعطوني الراي ديالكم في هذا اللاعب وفي اختياره تمثيل المنتخب. واش بالنسبه لكم مرحب به؟ واش نساو الماضي، نساو التصريحات ديالو ونشوفوا المستقبل معه؟ أخبروني في التعليق الأصدقاء. حتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية المقطع. محبي قناة قصة بطل، ما تنساوش زيارة حسابي الخاص على انستغرام منير غزالي كما مكتوب في الشاشة. شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم في المقطع القادم.